مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة رشيدة الخليفي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم بسيطلات ديال الحوت ساهلين بلا تعقيد. تابعوا معنا ان شاء الله الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقة التحضير ديالهم. وإلا عجبكم الفيديو دائما شجعونا وضغطوا على زر لايك واشتركوا معنا في القناة باش يصلكم ان شاء الله كل جديد. عندي في المقادير ديال الحوت عندي واحد الميرنه اللي تكون شويه كبيره، عندي 500 غرام ديال السيبيا، وعندي نص كيلو ديال الكروفيت اللي قشرته كينقص لنا ما كيبقاش نص كيلو مع القشور ديالو. عندي واحد العلبه ديال الفطر بحال هكذا غادي نقطعها صغيره. عندي شويه ديال الزبده اللي غادي نصوتو فيها الحوت. عندي واحد مغرفه صغيره ديال صلصه ديال الطماطم. عندي شويه ديال الزيتون طحنته بحال هكذا. عندي واحد نص ليمه معصره، نص كاس ديال زيت البلديه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، واحد الليمه مصيره اللي زولت لها العلف ديالها وطحنتها بها بالدخلاني ديالها، مغرفه ديال السودانيه، والسودانيه دائما كتبقى على حسب الذوق. عندي شويه ديال الكورنيشون. صلصه ديال الصوجا عندي ثقيله، درت غير مغروفه واحده كبيره. عندي ثوم بودره مغرفه صغيره، وثلاثه ديال الفص ديال الثوم حكيتهم طريين. عندي توابل ديال السمك درت مغروفه كبيره. وعندي في التوابل عندي مغرفه صغيره سكينجبير، نص مغرفه ديال الكمون، ومغرفه صغيره ديال التحميره، وعندي مغرفه صغيره ديال الخرقوم. وعندي الشعريه الصينيه درت ثلاثه ديال المربعات بحال هادو، الشعريه ديال الروز. ونبداو دابا نوجدو الشرموله ديالنا. نبداو نوجدو الشرموله ديالنا. غادي ندير زيت الزيتون هو الاول نص كاس، ندير ديك نص ليمه اللي عصرتها. الحوت كيبغي الليم وكيبغي الحار. غادي ندير 3 د المغارف كبار ديال القزبور ومعدنوس. غادي نضيف ليمه مصيره بحال هكذا، كنقلعوا لها ديك العلف اللي كيكون داخل وكنطحنوها. نضيف المغرفه ديال الصاصات ديال الطماطم، مغروفه ديال الصلصه ديال الصوجا، انا عندي ديك الثقيله درت مغروفه واحده كبيره كتعطيها واحد المذاق زوين. مغروفه ديال الهريسه دائما كتبقى على حسب الذوق، تبغيوهم حارين كتزيدوا. عندي الثوم بودره والثوم محكوك طري بحال هكذا، كيعطي حتى ديك المذاق زوين. اللي ما عندوش الثوم بودره يدير غير الاخر اللي مطحون. العطريه ديال الحوت درت مغروفه حتى هي. الخرقوم نص مغرفه ديال الكمون، ومغرفه صغيره ديال السكينجبير، ومغرفه صغيره ديال التحميره. شويه ديال الملح، لان صلصه الصوجا المالحه غادي نديرو غير نص مغرفه ديال الملح. ملي كنديرو كنذوقو ونشوفو واش نزيدوها الملح. كنخلط الشرموله ديالي مزيان بحال هكذا، نخلطوها مزيان. الشرموله هي الحوت، كتعطينا واحد البسيطلات اللي كيجيو زوينين، والحوت كيطلع لنا بنين. الحوت بعدا اصلا راه بنين، الشرموله كتزيد حتى هي. كنخلط مزيان بحال هكذا. خلطت الشرموله ديالي مزيان، جبت الميرنه درت الورق ديال الطبخ لتحت بحال هكذا، وغادي نشرملها مزيان، وغادي ندخلها للفران. الميرنه خصنا نديروها في الفران، ما نديروهاش في المقله كتفتت معانا. ملي كنديروها في الفران كتبقى لنا الشكل ديالها زوين، ما كتفتتش وكتبقى لنا باينه في البسطيله بحال هكذا. كنشرمل مزيان من الداخل ديالها ومن الخارج بحال هكذا، وكنشعلها الفران. ملي كطيب في الفران كتبقى لنا زوينه بحال هكذا. نشعل ليها الفران ونديرها طيب غير شويه وكنحيدوها. طلع المقله ودرت فيها مغروفه ديال الزبده. غادي ندير السيبيه ديالي بحال هكذا، قطعتها مربعات صغيره. غادي ندير عليها واحد المغروفه ديال الشرموله بحال هكذا. كنقصوا لها البوطه وكنبقى نقليوها بحال هكذا. السيبيه كتبغي شويه طيب على الكراميل بحال هكذا. كنخلطوها مزيان، نخلطوا ديك الشرموله باش تدخل فيها، وكنبقاو معاها بالتحراك. عندها واحد 5 دقائق هكذا كتكون موجوده. غير هي ملي كتخلط لنا وكتطلع فيها شويه الطياب كنشوفوها بيدينا، كنديروا يدينا وكنشوفوها واش طابت باش ما كتقصحش. خصنا تبقى طريه باش تجينا طريه في البسطيله. كنبقاو معها بالتحراك بحال هكذا. واخا طلق لنا شويه ديال الماء ما نبقاوش نستناو ديك الماء حتى ينشف، غير نديروا يدينا فيها ونشوفوها طابت صافي. واخا نصفيوها بالصفايه وكتبقى لنا مزيانه وطريه، حسن ما تجينا قاصحه وما نقدوش ناكلوها في البسطيله. دابا غادي نشوفوها واش طابت. دازت لي 5 ديال الدقائق بحال هكذا. كنديروا يدينا في وحده وكنشوفوها بحال هكذا صافي. غير نشوفوها طابت بحال هكا كنطفيو عليها. غادي ندوز نصفيها باش نشحروا الكروفيت.
نفس المقله من بعد ما حيت السيديا غادي ندير مغروفه ديال الزبده، ندير الكروفيت بحال هكذا، ندير عليه مغروفه كبيره ديال الشرموله بحال هكذا، وغادي نحركو مزيان بحال هكذا مع ديك الزبيته، وغادي نسوطوه غير واحد شويه ونحيدوه. الكروفيت عندي شويه صغير راه دغيا كيتشحر غير واحد شويه باش يكمل الطياب ديالو في الفران، ما ندوزلوش الطياب بزاف. كنقليه واحد شويه ونطفي عليه بحال هكذا. والنسبه ديال الحوت نتوما كديروا اللي بغيتو، اي انواع ديال الحوت بغيتو ديروهم كديروهم في هاد البسطيلات. المهم الشرموله كتجي غزاله وكيجيو هاد البسيطلات فنين. المقله درت فيها شويه ديال الزيت، وغادي ندير ديك الفطر من بعد ما قطعته صغير بحال هكذا، وغادي نضيف عليه شويه ديال الشرموله، وغادي نسوطيوه واحد شويه في المقله بحال هكذا باش يدخلوا ديك الشرموله ويجينا زوين. صافي كنخلطوه غير واحد شويه وكنحيدوه. بغيتو ديروا هذا، بغيتو ديروا ديك اللي كيكون طري اللي بغيتو. غادي نطفي عليه، خليت الماء في واحد الكاسرونه حتى غلا بحال هكذا. غادي نضيف عليه واحد المغرفه ديال الصلصه ديال الصوجا، وغادي ندير عليه الشعريه بحال هكا، الشعريه ديال الروز حتى هي كتطلق فيها واحد المذاق زوين. غادي نخليها بحال هكذا واحد 5 دقائق، وعاد نديرها تقطر بحال هكذا. نخليوها 5 دقائق، ما نديروهاش فوق البوطه، يكون عندنا الماء غير مغلي مزيان. خليت الشعريه ديالي 5 ديال الدقائق وصفيتها، درتها في نفس المقله، وغادي نضيف عليها شويه ديال الشرموله، وغادي نقليها غير واحد شويه، غير تدخل فيها ديك الشرميله صافي غنطفي عليها. راه عندنا طايبه، غير تدخل فيها الشرموله نطفيو عليها ونحيدوها من المقله. من فوق البوطه دخل فيها ديك الشرميله وحيدتها، ما كنخليوهاش بزاف. غادي نجيب واحد المقص وغادي نقطعها بحال هكذا. خصها تكون عندنا واحد القطع اللي يكونوا صغارين باش ملي كنديروها في البسطيله ملي كنجيو ناكلو ما كتبقاش تجبد معنا الشعريه وتجي طويله. بحال هكذا كنقطعها كامله، واما تقطعوها ولا تطحنوها في الماكينه كما بغيتو. من الاحسن تقطعوها بحال هكذا كتبقى شويه باينه. جبت الحوت ديالي من الفران بحال هكذا، ما كندوزلوش الطياب بزاف، كنخليوه غير شويه نعرفوه باللي راه طاب. صافي كنحيدوه، كنقيوه بحال هكذا، كنخليوه شويه طروفه يكونوا كبار بحال هكذا. وفي الاول يكون عندنا منقي مزيان. صافي ديك الساعه كيكون عندنا ساهل بحال هكذا. كنقيوه، شوفوا الا كاين شي طروفه ديال الشوك نحيدوهم. من الاحسن الحوت دائما ما تفوتولوش الطياب باش يبقى لنا طري وزوين. غادي نحلو بحال هكذا ونقطعوا له شويه طروفه كبار بحال هكذا بحال هكذا. كنحيدو الا عندنا شي شوك، دائما كنحضيو راسنا من الشوك بحال هكذا. كنحيدو داك الشوك ونقلعوا ديك الجلده اللي تكون من التحت ونخليهم طروفه كبار بحال هكذا. كملت الحوت ديالي نقيته بحال هكذا او كنقطعوه طروفه كبارين. دابا غادي نخلطوا كاع المكونات. غادي ندير الشعريه في الاول، وكلشي يكون عندنا مقطر مزيان. الورقه ديال الفيلو خص كلشي يكون عندنا مقطر باش ما كتبقى لنا زوينه ملي كنديروا فيها الحشوه بحال هكذا. غادي ندير الحوت بحال هذا الشكل ديال السيبيا والكامبا بحال هكذا، يكون عندنا كلشي مقطر مزيان. غادي ندير الحوت اللي نقيته بحال هكذا. هاد البسيطلات كيجيو غزلان، غير جربوهم. غادي ندير الزيتون اللي يكون عندنا مطحون مزيان. ندير واحد جوج حبات ديال الكورنيشون، لي واحد شويه د عطريه حتى هي غادي نضيفها بحال هكذا. كتجي واحد المذاق زوين ملي كتبقى ديك العطريه وكنضيفوها هكذاك طريه بلا ما كتقلى. ضفت كاع المكونات. عندي شويه ديال الفرماج ديال موتزاريلا، غادي نحكوه بحال هكذا، كيعطيها ديك التعليكه زوينه للبسطيله وكتجينا غزاله. غادي نحكوه بحال هكذا. بغيتو ديروا فرماج الاحمر، بغيتو موتزاريلا، اللي بغيتو بحال هكذا. كنضيف ديك القطع بحال هكا اللي طاحوا لي، وكنضيفو على الحشوه بحال هكذا. كنضيفو على الحشوه كيعطيها واحد التعليكه اللي غزاله، وكيجينا واحد البسيطلات اللي فنين من داخل. نخلط المكونات بحال هكذا بيدي. انا كيعجبني نخلط كلشي بيدي باش كيجي داكشي مزيان بحال هكذا. غادي نخلط مزيان، والهريسه كتبقى على حسب الذوق، كديروا وكتذوقوا. بغيتو يجيكم حارين كتزيدوا الهريسه، بغيتو يجيكم غير عاديين كديروا غير مغرفه صغيره ديال الهريسه. كل واحد على حسب الذوق ديالو. كنخلط مزيان هاد المكونات بحال هكذا، وكل شيء يكون عندنا مقطر مزيان.
باش الورقه ملي كنديرو في الورقه ديال الفيلو ما كتقطع لنا ما والو. بحال هكذا عندي الحشوه ناشفه، ها هي بحال هكذا خصها تكون. غادي نخلط مزيان المكونات ديالنا بحال هكذا، ونجيبوا الورقه باش نبداو نعمروا فيها الحشوه ديالنا بحال هكذا. وكندوقوا كنشوفوا الملح، كنشوفوا الحار، كنشوفوا اي حاجه، نشوفوا المذاق واش هو هذاك. بحال هكذا كنخلط مزيان ديك الحوت، ما تفتوش بزاف. ملي كنوليو نخلطوا بحال هكا راه كيتفتت. ملي تكونوا تخلطوا غير بحال هكذا، غير من التحت للفوق. جبت الورقه ديال الفيلو، خدمت بهاد الورقه هادي، حليتها بحال هكذا وغادي نقسمها على جوج. عندكم الورقه الاخرى العاديه خدموا بها، اي ورقه بغيتو. غادي نقسمها على جوج بحال هكذا، بحال هكذا نقسموها على جوج. هاد الورقه كتجي هشيشه وكتجي زوينه، غير ساعفوا معاها باش ما تقطع لكمش. نحيد واحد النص غادي نديروه في بلاستيكه، والنص غادي نبداو نخدموا به. كي نكملوا النص الاخر عاد نجبد النص هذا. حيدت النص وخليت النص، غادي نجيب هذا النص هذا وغادي نقسموه على جوج بحال هكذا. نقسموه على جوج بحال هذا الشكل، بحال هكذا. المقص يكون عندنا طاحن اللي نقطعوه به بحال هذا الشكل. نصيبوا البسيطله ديالنا. عندي شويه ديال الزيت، درت فيه واحد المغرفه صغيره ديال التحميره، خليته حتى رقد مزيان وصفيته. جبت الطبيص اللي غادي ندي عليه العبار ديال البسطيله، غادي نهز واحد الورقه بحال هكذا وغادي نحطها في الطبسيل بحال هذا الشكل. كنهودوا شويه الورقه بحال هكذا باش كتاخذ لنا ديك الشكل ديال الطبيصيل بحال هكذا. وانتم العبار اللي بغيتو تكبروا، بغيتو كيما بغيتو. غادي نجيب شويه ديال الحشوه وغادي نديرها من الداخل بحال هكذا. بغيتو يجيوكم عامرين كتعمروا، بغيتو. انا درتهم شويه عامرين بحال هكذا. كنعمروه مزيان هكذا. كنمسحوا يدينا وكنجيبوا الورقه بحال هكذا من هاد الجهه هادي وكنحطوها هكذا. كنجيبوا ديك شويه ديال الزيت والتحميره اللي درناه. بغيتو ديروا السودانيه مع الزيت كيما بغيتو. عاود كنجيب هاد الطويه هادي اللي من هنا كنديرها بحال هكذا، وكل مره كنديروا ديك الدهينه خفيفه بحال هكذا. كنجيبوا هاد الجهه هادي عاود كنديروها، كنتنيوها بحال هكذا بحال هكذا. هاد الجهه هادي اللي من هنا عاود حتى هي، وكتبقى لنا هاد الجهه هادي اللي من هنا. راه واخا تشوفوا الورقه هكا مضوبله راها ما كتجي لا غليظه لا والو. الورقه ديال الفيلو كتجي غزاله بحال هكذا. كندهن مزيان، نمسح يديا ونهزها بحال هكذا في يدي، ونجيب ورقه واحده اخرى ونديرها في الوسط بحال هكذا. كنضوبلوها باش ما كترتق معنا في الفران ما والو. كيجيونا بسطيلات زوينين بحال هكذا. كنحط هاد الجهه اللي كانت عندنا الفوق هي اللي كنحطوها من التحت بحال هكذا، وكنولي نتني عليها عاود. فيما كنديرو كندهنوا واحد الدهنه خفيفه وكنطوي من هنا ونولي عاود ندهن. نطوي هاد الجهه هادي من هنا ونولي ندهن بحال هكذا بحال هاد الشكل. كنلمطوا عليها مزيان. تبقى لنا هاد الطريف هذا اللي من هنا كنطويوه بحال هكذا. هادو هما البسيطله ديالنا كيفاش كيجيو. كنهزها بحال هكذا وكنحيد لها الطبيص اللي من هنا، كنتكيو عليها بحال هكذا وكنحطها في اللاطه. نحطها في اللاطه بحال هاد الشكل. معكم واحده اخرى. كنجيب الورقه ديال بحال هكا الورقه كنحطوها وكنعمر الوسط. كنعمروه مزيان باش كيجيونا ديك البسيطلات كيجيونا عامرين وكيجيونا زوينين. حتى الا درناهم كوموند كيجيو عامرين، كنعطيهم للكليان بعدا يكون عامرين مزيان. ملي كيضربوا ديك العضه كيجيهم الحوت بحال هكذا. كنعمرها مزيان بحال هاد الشكل. كنمسح يديا ونولي دابا نتني بحال هكذا. دائما ديك الدهنه خفيفه هكذا. كنركزوا على الجوانب باش يجونا زوينين. وكنتني هاد الجهه هادي اللي من هنا بحال هكذا. وكندهنوا دائما ديك الدهنه خفيفه. كنصايبوا هاد القنيتات بحال هكذا وكنطوي بحال هكذا. ها هي كي كتجي بحال هاد الشكل. كتجي بحال هكذا. والورقه مين نقطعوها كنديروا فوق منها بلاستيكه باش ما كتيبش. كنقلبها في يديا بحال هكذا وكنزيد واحد الورقه وكنحطها بحال هكذا. وكنصايبوها مزيان باش تاخذنا ديك الشكل ديال الطبيصيل. وكنطوي بحال هكذا هاد الجهه هادي. نطويو هاد الجهه هادي اللي من هنا بحال هكذا باش كيجيونا المنظر ديالهم زوين
بحال هكذا. راه ما كيتحلوا معنا في الفران ما والو. كذا كنطويه مزيان. واخا تقطع لكم الورقه ما تخافوا منها ما والو، كتجي غزاله وما كتجيش كاع لا باينه عامره لا الورقه بزاف لا والو. بحال هكذا كتجي فنه بحال هكذا. وكنقلبها على يديا بحال هذا الشكل، كنقلبها بحال هكذا وكتعطيني هذا الشكل بحال هكا. كنتكيو عليها بحال هكذا باش كتزيد صايب لنا وما تجيناش عاليه من الفوق. وكنحطها في الصينيه غادي نستمر بحال هكا حتى نكملهم كاملين. بعد ما كملت البسيطله ديالي بحال هكذا كاملين غادي نجيب واحد الكيردون وغادي نثقبها من الفوق بحال هكذا، واحد جوج تقيبات ولا ثلاثه بحال هذا الشكل باش ما كترتقلناش الورقه في الفران. كتجبر من تنفس بحال هكذا. كنثقبوها من الوسط باش ديك البلاصه كنزينوها ما كيبانناش كاع ديك التقيبات بحال هكذا. الفران شعلته من الفوق ومن التحت، خليته حتى يسخن مزيان وغادي نطفيلو من الفوق. غادي نخليهم غير من التحت حتى يتحمروا لنا من التحت، نشوفوا الطياب طلع فيهم، عاد نشعلوا لهم من الفوق ويطيبوا واش نزينوهم. ديك الزويته اللي بقات لنا كندهنوا يدينا غير واحد شويه وكندوزو عليهم بحال هكذا باش كيعطونا ديك اللون محمر بحال هكذا. كندهنوهم شويه بحال هذا الشكل وغادي نديرهم في الفران يطيبوا. جبت البسيطله ديالي من الفرانه وما كيفاش كيجي الشكل ديالهم. كنطيبوهم غير من التحت حتى نشوفوهم تحمروا من التحت وبدات التحميره طلع لهم في الوجه. عاد نشعلوا واحد شويه من الفوق. حكيت شويه ديال الفرماج غادي نديروه من الفوق كي نجبدوهم سخونين، نديروا لهم الفرماج من الفوق بحال هكذا. والتزيين دائما كيبقى على حسب الذوق ديالكم، كيما بغيتو تزينوا زينوهم. غادي نحطهم بحال هكذا. مشاهدينا هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال البسيطلات اللي وجدناهم هذا النهار. جربوهم راه يستحقوا التجربه ديالكم. كيجيو بنان وكيجيو غزلان. زينتهم شويه ديال الفرماج، والا ما دابلكمش الفرماج دخلوه للفران واحد شويه غادي يذوب. زينتهم بشويه واحد العريشات ديال القزبر وشويه ديال الحامض وشويه ديال الزراع ديال البافو. نتوما تزيين دائما كيبقى على حسب الذوق. المهم المذاق راه كيجي غزال وكيجيو زوينين وزوينين رمضان، كيجيو فنين كيحمروا الوجه مع الضياف مع كل شيء بصحتكم وراحتكم. ودابا غادي نحلوا شي وحده ونشوفوها كي جات من الداخل. غادي نشوفوا البسيطله ديالنا كي جاو راهم كيجيو زوينين وكتجي واحد الورقه كتجي فيهم هشيشه وكيجيو غزلان. غير جربوهم كيجيو فنين. زينتهم شويه ديال الخس هما كيجيو ديك التقرميشه كتجي ديال الورقه وكيجيو هشاش كيجيو فنين. غير جربوهم بصحتكم وراحتكم. هما كيجيو من داخل كيجيو غزلان. ما كيجيش ديك الشعريه الصينيه فيهم بزاف، كيجي غزلان بصحتكم وراحتكم. هما كيجيو من داخل كيجيو رائعين. تقرميشه ديال الورقه كتجي غزاله فيهم. هما كيجي. وإلا عجبكم الفيديو دائما بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء. وكنشكركم دائما على التشجيع ديالكم وعلى الاشتراك معايا في القناه. شكرا بزاف. مع السلامه.